ازيكم يا ابطال؟ في فيديو جديد النهارده هنتكلم عن افاتار وازاي ان كرتون الانيميشن ده اتعمل بمجرد نكته اترمت ما بين ثلاثة اصحاب قاعدين في شركه، وبسبب النكته دي اتعمل كرتون ما يقال عنه انه تحفه فنيه بكل معنى كلمه. انا ابراهيم، ومن غير ما اطول عليك صلي على النبي ويلا بينا نبدا الفيديو. القصه بدات سنه 2002 لما كان في اتنين اسمهم مايكل دانتي ديمترينو وبراين كونتيزوكو، ما بعرفش انطق الاسامي. المهم انهم كانوا شغالين في شركه نيكلودين، الشركه اللي عملت حاجه زي سبونج بوب وداني الشبح وغيره من الكراتين التانية. في الوقت ده الاتنين كانوا عايزين يعملوا مسلسل انيميشن مختلف تماما على ان الناس متعوده عليه. مايكل كان لسه سايب شغله في فاميلي جايز وكان عايز يعمل حاجه فيها مغامرات وجديه اكتر، بينما براين كان عنده خلفيه في تصميم الشخصيات والرسم وبيحب الانمي جدا. وفي يوم من الايام براين عرض على مايكل صوره لشخص اصلع صغير لابس لبس غريب شويه، ومايكل بص له وقال له استنى كده، هو ده ممكن يكون اخر انسان من قبيله هواء انقرضت من سنين. وهنا الشر ولعت. بدأوا يفكروا في عالم متقسم لاربع كل عندها قدره تتحكم في عنصر من العناصر الاربعه: المياه، الارض، النار والهواء. بس في وسطهم في شخص واحد بس قدر يتحكم في الاربع عناصر دول، وده بقى بيبقى الافاتار، الشخص اللي المفروض يحافظ على توازن بين الامم الاربعه. والموضوع ما وقفش عند كده، هم قرروا يعملوا العالم ده باسلوب مستوحى من ثقافات كتيره جدا. التصميمات مأخوذه من الصين وتبت، اسلوب القتال مأخوذ من فنون القتال الاسيويه، الموسيقى فيها لمسات من الثقافه الشرقيه. يعني من الاخر عملوا خلطه فنيه غريبه بس متكامله جدا. لما راحوا يعرضوا المشروع على نيكلوديون الناس هنا كانوا مترددين شويه، هم قالوا انيميشن فيه معارك وروحانيات ده مش ستايلنا خالص. بس لما شافوا الكونسيبت ارت اللي براين رسمه وسمعوا قصه من مايكل اتبهروا. حتى مدير الانتاج ساعتها قال انا مش فاهم كل حاجه بس حاسس ان في سحر في الفكره دي. ومن هنا اتفتح الباب وتوافق رسميا على انتاج المسلسل. بس لسه الرحله كانت طويله جدا قبل ما نوصل لاول حلقه. من اول يوم قرروا مش هيعملوا كرتون عادي، لا هم عايزين عالم متكامل يعيش فيه المشاهد زي ما بنغرق كده في عالم الانمي الياباني. فبداوا يبنوا كل امه من الصفر. امه النار قويه ومنظمه وبتحب السيطره، قبيله الماء روحانيه وهاديه بس عندها اسرار، مملكه الارض عنيده وثابته زي الصخر، البدو الهوائيين متحررين وبيعيشوا في سلام داخلي. وكل امه ليها طابع خاص في لبسها، موسيقاها، وحتى طريقه كلامهم. وده اللي خلى المسلسل يبان كانه واقعي رغم انه خيالي تماما. في الاول كانوا عايزين يسموه افاتار ذا ليجند اوف انج، لكن في الوقت ده كان في افاتار بتاع جيمس كاميرون لسه بيتجاز، فقرروا يبدلوا الاسم لذا لاست اربندر معلش لتجنب التشابه. بس في القلوب والعقول كله بيفتكروا باسمه افاتار. في مرحله التصميم براين كان عايز كل شخصيه تبقى مميزه جدا، مش بس في الشكل لكن في الطاقه اللي بتطلع منها. انج مثلا لازم يبان طفل صغير بس جواه نضج روحي، فعشان كده اختاروا له شكل بسيط وملامح هاديه. كتارا تمثل الام الروحيه ودايما حركاتها لينه وصوتها دافي. سوكا الكوميدي اللي بيكسر الجديه. زوكا افضل شخصيه عند ناس كتير وتصمم بحيث يكون صراع بين النور والظلام واضح حتى على وشه. نيكلوديون وقتها ما كانتش عندها استوديو انيميشن ضخم، فقررت تتعاون مع شركه كوريه اسمها جي ام انيميشن ودي ار موف، وهم اللي نفذوا معظم المشاهد بدقه عاليه جدا. وده اللي خلى تحريك في افاتار يبان ناعم وسلس بشكل غير معتاد على كرتون امريكي. حتى حركات القتال كانوا بيعملوها بالموشن ريفرنس من مدربي كونج فو حقيقيين، يعني كل حركه ليها اساس واقعي من فنون القتال. الماء مثلا مستوحى من تاي شي، والارض من الهانجار، والنار من النورسن شاولين، والهواء من البيج جاي زانج حاجه زي كده. النتيجه معارك تخليك مش قادر تشيل عينك من الشاشه. مايكل وبراين ما كانوش عايزين يعملوا مسلسل فيه قتال وبس، هم كانوا عايزين يحكوا قصه عن التوازن والسلام الداخلي، عن الغلط وعن الصح وعن النمو الشخصي. وده اللي خلاه مش مجرد كرتون لكنه تجربه روحيه وفكريه كمان. انجي مش بيمثل البطل الخارق لكنه بيمثل الانسان اللي بيحاول يكون افضل رغم ضعفه. وده اللي خلى المسلسل يلمس ناس من كل الاعمار، حتى كبار اللي شافوه قالوا ده مش كرتون، دي تحفه فنيه. من اول يوم بداوا يشتغلوا على افاتار ذا لاست ايربندر الفريق قرر انه مش هيقدم كرتون اطفال، لا هم عايزين يعملوا تحفه فنيه تفضل محفوره في التاريخ. وده اللي خلاهم يشتغلوا على كل تفصيله كانهم بيعملوا فيلم سينمائي مش مجرد مسلسل انيميشن. الحلقه الواحده كانت بتاخد حوالي 9 شهور من اول ما تتكتب لحد ما تتذاع. تخيل 9 شهور علشان حلقه واحده مكونه من 20 دقيقه، وده لان كل حاجه كانت بتتراجع اكتر من مره: السيناريو، التحريك، الصوت، الموسيقى، وحتى الالوان. الرسم كان بيتعمل الاول في امريكا وبعد كده بيتبعت لكوريا علشان يتنفذ هناك. الفريق الكوري
كان بيستلم ستوري بورد فيها كل كادر وكل حركه، وكان لازم يلتزم بيه بالحرف لان براين وديمارتينو كانوا صارمين جدا في التفاصيل. كان في قاعده في الاستوديو بتقول ولا حركه تتعمل لمجرد انها شكلها حلو، لازم يكون ليها معنى. عشان كده لما بتشوف انج بيطير او كاتارا وهي بتتحكم في الميه بتحس ان الحركه فيها حياه كده، مش مجرد رسم بيتحرك. وده اللي خلى التحريك في افاتار واحد من انعم واجمل التحريكات اللي اتعملت في اي كرتون امريكي. حتى المعارك كان لها طابعها الخاص جدا، النار فيها حركات سريعه وعنيفه، الميه انسيابيه وهاديه، الارض تقيله وثابته، الهواء خفيف وسلس، كل عنصر ليه طبيعته واللي بتظهر في قطاع. الاخراج في افاتار كان متاثر جدا بالانمي الياباني بس من غير ما يقلده. يعني مثلا لما يكون في مشهد درامي الكاميرا بتثبت على وش الشخصيه لفتره طويله عشان تحس بالمشاعر، وده اسلوب نادر في كرتون غربي. في المقابل المشاهد القتاليه كانت بتستخدم الدايناميك انجلز وزوايا مجنونه تخليك تحس انك جوه المعركه فعلا. وفي كواليس الاخراج كان عندهم قناعه غريبه شويه، مفيش مشهد صغير، كل لقطه حتى ابسطها كان لازم تبان انها جزء من عالم حي. يعني لو في مشهد بسيط لانج وهو بياكل هتلاقي في تفاصيل في الخلفيه والوان محسوبه بعنايه وموسيقى خفيفه بتكمل الجو. وبالنسبه للموسيقى، الموسيقى من اهم اسباب سحر المسلسل ده. الملحن جيرمي زوكرمان عمل حاجه خرافيه، استخدم من آلات شرقيه زي الشاكوهاتشي اليابانيه والطبول الصينيه علشان يدي احساس روحاني وملحمي في نفس الوقت. كل امه ليها موسيقى خاصه بيها. النار موسيقاها حماسيه وصاخبه، الميه هاديه وبتدي احساس بالسلام، الارض تقيله وقحها بطيء، الهواء فيها صفاء كده وهدوء. وفي مشاهد معينه الموسيقى كانت بتسكت خالص عشان تسيبك تحس بالموقف، وده نوع من الاخراج الموسيقي الذكي جدا. كمان الممثلين اللي ادوا الاصوات كان ليهم تاثير رهيب. مثلا صوت انج كان فعلا لطفل صغير عشان يأدي براءه الشخصيه، كاتارا صوتها ناعم ودافي، زوكا صوته كان دايما متوتر ومليان غضب. لكن اكتر شخصيه كانت معقده في الاداء كانت ايروا العم الحكيم بتاع زوكا. الممثل الاصلي اللي عمل صوته ماكو ايموماتسو توفى اثناء انتاج الجزء تاني، وده سبب صدمه كبيره للفريق، لكنهم قرروا يكرموه جوه المسلسل نفسه في الحلقه اللي ايروا بيغني فيها لابنه، وده المشهد اللي خلى العالم كله يعيط. نخش بقى على لب الموضوع، القصة نفسها. القصة بتحصل في عالم متقسم لأربع كل أمة عندها عنصر، لكن الحرب بدأت لما أمة النار قررت تهاجم باقي الأمم وتحتلهم. وفي وسط الحرب دي الأفاتار، الشخص اللي المفروض يوقف الحرب، اختفى لمدة 100 سنة، لحد ما في يوم أختين من قبيلة المية اللي هم كاتارا وسوكا بيلاقوا طفل صغير متجمد في قطعة جليد ضخمة ومعاه بيسون طيار ضخم. الطفل ده هو أنج، آخر راهب من البدو الهوائيين والأفاتار اللي العالم مستنيه من قرن كامل. من اللحظة دي بتبدأ رحلة استكشاف ومغامرات وتطور نفسي وروحي لكل شخصية. أنج طفل اللي لازم يكون بطل غصب عنه. أنج ما كانش عايز يكون الأفاتار، هو طفل عايز يلعب ويضحك ويعيش بسلام، بس القدر كان كاتب له دور أكبر بكتير، وده الصراع اللي بيخلي شخصيته حقيقية جدا. إنك تكون صغير لكن مطلوب منك تشيل مسؤولية أكبر منك. عندك زوكو اللي هو الشرير اللي اتولد طيب. زوكو هو أكتر شخصية اتكتبت بعبقرية في المسلسل. في الأول شايفه شرير بيطارد الأفاتار عشان يسترجع شرفه، لكن كل حلقة بتكشف طبقة جديدة من شخصيته، الصراع بينه وبين نفسه، بين اني لازم ارضي ابويا وان عايز اكون كويس. ده خلاه واحد من اعلى الشخصيات اللي اتكتبت في تاريخ الكرتون. كاتارا برضه دايما قلب النابض للفريق، امينة حكيمة بس عندها غضب دفين بسبب الحرب، وسوكا كوميدي بتاع الجروب كده بس في نفس الوقت مخه استراتيجي جدا، هو اللي بيوازن طاقة بين باقي الشخصيات. عندك توف بنت عمياء بس اقوى متحكمة في الارض في العالم كله، تعلمت الاحساس بالحركة من خلال رجليها فبقت تشوف بالعناصر مش بعينيها. حلوه الكلمه دي، وده رمز جامد جدا لفكره ان القوه مش دايما في النظر لكنها في الاحساس. المسلسل متقسم لثلاث كتب، كل كتاب بيركز على عنصر. الكتاب الاول الخاص بالميه، وكتاب الثاني الخاص بالارض، وكتاب الثالث الخاص بالنار. وده كان متعمد جدا لان كل موسم بيمثل مرحله في رحله انج. في اول موسم بيتعلم التحكم في الميه وده رمز العاطفه، وفي الموسم الثاني بيتعلم التحكم في الارض وده بيمثل الثبات، وفي الموسم الثالث بيتعلم التحكم في النار وده رمز الاداره والسيطره على الغضب. يعني القصه كلها مش بس مغامره لكنها رحله نمو داخلي وروحي. وبالنسبه للنهايه كانت واحده من اكتر النهايات المرضيه في اي مسلسل انيميشن. انج واجه لورد النار اوزاي، لكن بدل ما يقتله استخدم قوته الروحيه عشان يسحب منه قدراته على استخدام النار، وده كان قرار عبقري لانه اختار طريق السلام بدل العنف، وده بيتماشى مع فلسفه المسلسل كله اصلا. Earth. Fire. Air. Water.
ذا ليجند اوف كورا. بعد النجاح المجنون اللي حققه ذا لاست ايربندر، نيكولوديون قررت انها تروح لبراين ومايكل وتقول لهم احنا عايزين جزء جديد بس لازم يكون مختلف. وبالفعل سنه 2012 نزل مسلسل ذا ليجند اوف كورا اللي بيكمل عالم افاتار بعد مرور حوالي 70 سنه من نهايه قصه انج. المره دي الافاتار الجديد بنت واسمها كورا من قبيله الميه، وشخصيتها عكس انج تماما. انج كان هادي وروحاني، انما كورا قويه وعنيده وبتتصرف من غير تفكير كتير، وده كان اول فرق واضح. المسلسل بقى اغمق، انضج، واكتر واقعيه. المدينه الرئيسيه اللي هي ريبليك سيتي كانت مزيج بين نيويورك والشنغهاي، فيها عربيات وطائرات وميكروفونات، يعني العالم اتطور لكن فلسفه التوازن لسه موجوده. ذا ليجند اوف كورا كان بمثابه ترقيه ضخمه في كل حاجه. جوده التحريك ارتفعت بشكل مجنون، الالوان بقت اعمق واكتر سينمائيه، الكاميرا اتحركت بحريه اكتر، والمشاهد بقت فيها دايناميك لايت يخليك تحس انك في فيلم مش مسلسل. بس اهم حاجه الموضوع بقى عن نضوج الشخصيه اكتر من رحله بطل. كورا بتتعلم يعني ايه تكون قويه من غير ما تعتمد على قوتها، يعني بدل ما انج كان بيحاول يتوازن بين الخير والشر، كورا بتحاول تتوازن بين قوتها وهشاشتها. الانتاج كان صعب جدا. في البدايه نيكولوديون كانت فاكره ان المسلسل هيكون موسم واحد بس، عشان كده الفريق ضغط كل حاجه في 12 حلقه، لكن لما الجمهور حبها الشركه قالت لهم كملوا، فبداوا يوسعوا قصه على مدار 4 مواسم. والمثير ان في كل موسم كورا بتواجه نوع مختلف من الاعداء، مش مجرد شرير عايز يدمر العالم. في الموسم الاول عدو ضد الباندرز نفسهم، في تاني صراع روحي بين النور والظلام، وفي تالت فوضى بيكرهها السلطه، وفي الرابع طغيه سياسيه بتحاول توحد العالم بقوه. وده خلى كل موسم ليه طابع مختلف، كانه تجربه جديده في نفس العالم. الموسيقى بقى في ليجند اوف كورا كانت اكتر حداثه، فيها جاز ونفخ بيانو، وده عشان يناسب العصر الصناعي اللي بتعيش فيه كورا، بس في نفس الوقت حافظوا على اللمسه الروحيه اللي كانت في الجزء الاول. يعني مثلا لما كورا بتتواصل مع العالم الروحي الموسيقى بترجع تبقى شرقيه وهاديه جدا، اما في المعارك بيستخدموا آلات نحاسيه تقيله تديلك احساس بالقوه والاندفاع. اللي حصل بعد افاتار كان ثوره حقيقيه في عالم الانيميشن. الناس في امريكا بداوا يشوفوا ان الكرتون ممكن يكون فن جاد مش بس الاطفال، والمسلسل كسب جوائز منهم الايمي اووردز والاني اووردز، واتدرس في جامعات كفن بصري وسرد قصصي متكامل. حتى مسلسلات بعده جات اتاثروا باسلوبه، والفريق اللي اشتغل على افاتار نفسه راح يفتح استوديو خاص بيهم باسم افاتار ستوديوز عشان يكملوا تطوير العالم ده بمسلسلات وافلام جديده. ومن اكتر الحاجات اللي خلت افاتار فريد هو توازن بين البساطه والعمق. كل حاجه في الاخراج لها معنى، اللقطه الهاديه تامل سكون، الحركه السريعه اضطراب داخلي، الصمت احيانا اقوى من اي موسيقى اصلا. وفي كل موسم كان في حلقه بتكسر القواعد وتقدم لك حاجه فنيه بحته، زي حلقه ذا تيلز اوف با سينج سي اللي فيها قصه اروى، او حلقه زي ذا امبر اينلد بلايرز اللي بيعرضوا فيها قصه الافاتار كمسرحيه كده. الذكاء هنا انهم استخدموا كوميديا علشان يعرضوا نفسهم بشكل ساخر، وفي نفس الوقت يراجعوا كل اللي حصل قبل النهايه. فلسفه افاتار مستوحاه من افكار حقيقيه جدا زي البوذيه وطاويه. كل فكره في المسلسل لها رمز. النار مش دايما شر، هي طاقه لازم تتوازن. الميه بتمثل المرونه والتاقلم، الارض بتمثل الصبر والثبات، والرياح بتمثل الحريه والسلام. وده اللي خلى الناس تحب المسلسل مش بس علشان الاكشن لكن كمان عشان المعنى اللي وراه. حتى جمله زي الحياه كلها توازن، اكتر الحروب اللي بناخدها بتحصل جوانا مش برانا، بقت اقتباسات الناس بتحطهم في البروفايل لحد النهارده. في افاتار الاصلي كل حاجه كانت مرسومه يدوي، لكن في ليجند اوف كورا بداوا يستخدموا دمج بين الرسم اليدوي وال3 دي انيميشن. ده خلاهم يعملوا معارك ضخمه زي الروبوتات العملاقه والمعارك الجويه. الدمج ده اتنفذ بذكاء جدا، ما خلاش الرسومات تبان غريبه، بالعكس خلى العالم اوسع واكتر حيويه. ورغم ان بعض الناس شايفين ان كورا ما وصلتش لعظمه الجزء الاول، بس ما حدش يقدر ينكر انها تجربه فنيه محترمه جدا. هي كانت مختلفه، اعمق في النضج، ومليانه رموز سياسيه واجتماعيه. في النهايه قدرت تثبت ان عالم افاتار اكبر من مجرد قصه طفل بيحارب لورد النار. دلوقتي بقى نتفليكس شغاله على ريميك لايف اكشن لمسلسل افاتار الاصلي. الريميك ده واخد ضجه ضخمه جدا، خصوصا بعد ما اعلنوا انهم جايبين ممثلين اسيويين فعلا عشان يكونوا اقرب للثقافه الاصليه للمسلسل مستوحى منها. بس مثير الجدل ان براين ومايكل انسحبوا من المشروع بسبب اختلافات فنيه مع نتفليكس، وقرروا ياسسوا افاتار ستوديوز في نيكولوديون علشان يعملوا مشاريعهم الخاصه. يعني دلوقتي عندنا طريقين، ريميك نتفليكس الواقعي واعمال جديده من افاتار ستوديوز زي افلام انيميشن بتكمل قصه انج وكورا، وفيلم عن افاتار جديد كليا بعدهم. وده معناه ان العالم لسه قدامه سنين من القصص والمغامرات. ولو تسالني عن رايي في الموضوع ده فاقول لك انا مش مع الريميك الواقعي خالص، لاني ما بشجعش اصلا ان اي حاجه انيميشن تتحول للايف اكشن، وده شفناه كتير اتعمل، ولا اما بيكون سيء جدا لا اما ملوش لازمه. ممكن اتكلم عن الموضوع ده في فيديو قدام، بس عامه انا مش مع الموضوع خالص. اما بالنسبه للافلام الانيميشن اللي هكمل قصه انج وكورا انا معاهم جدا، لاني حابب العالم ده وحابب ان يكون ليه حاجات اكتر في المستقبل. وبما ان
افاتار ستوديوز فيهم نفس المؤلفين ونفس الناس اللي هم بدأوا الفكرة اصلا، فانا متفائل جدا من الناحية دي. وطبعا عشان تكون افاتار حقيقي لازم تتعلم تتحكم في نفسك قبل ما تتحكم في العناصر، وفي حاجة طبعا اسمها عنصر اللايك، وده اول عنصر تقدر تكتسبه لو ضغطت عليه تحت. وعنصر الاشتراك برضه، مش عارف تفعيل الجرس هيتسمى عنصر ولا لا، بس عامة فعل الجرس برضه. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى تقول لي اي موضوع، انزل تحت في الكومنتات اكتب اي حاجه انت عايزها، عايز تتناقش معايا عن افاتار، اي حاجه، ايه رايك في الفيلم اللي هيعملوه، يعني هل بتشجع الموضوع ولا لا، والافلام الجديده اللي هتنزل. اكتب كل حاجه في كومنتات. كان معاك ابراهيم، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.